بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا نستعين صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله البنت كانت عندها حالة عصبية كده وبيغمى عليها من فترة، وفجأة كده يعني إنها بيحصل لها إغماء وترجيع وكده. ده كان في أماكن إيحاء بالترجيع. وكشفنا عليها. كانت بتحصل لها خلال كل شهر مرة. نعم. يعني يغمى عليها، فحصل لها كان بيغمى عليها في الحمام مثلا ولا في أي مكان؟ مرة يغمى عليها في الحتة دي، ومرة يغمى عليها في الحمام في الصالة هنا. واثنين مرتين في الحمام ومرتين في الشقة. فأنا لما لقيت الحالة وصلت كده فطبعا رحت عرضتها على دكتور. فالدكتور قال لي اعملي رسم مخ. فعملت رسم المخ فطلع عندها كهرباء زيادة. فكتب لي على علاج ومشيت عليه. فالبنت طبعا معدتها متعبتها من العلاج وكده. فربنا قدر وحضرنا يعني محاضرة للدكتور سعد المصري، وعرفنا ان هو بيعالج بدون كيماويات ما تأثرش على المعدة ولا تأثر على اي حاجه في معده الطفل. فقلنا نتعامل معاه بالجلسات. فبفضل الله الحمد لله تعاملنا معاه. يعني هي النهارده ثالث جلسه، بسم الله ما شاء الله. يعني الحاله تطورت وبقت كويسه وما بقتش تجيلها حاله الاغماء، وبقت حالتها الحمد لله بفضل الله نفسيتها اتظبطت كتير. الحمد لله. الحمد لله عن الاول يعني. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله اتابع بقيه الجلسات مع حضرتك ان شاء الله. طب تحبوا انتوا الحلقات دي ان الناس تشوفها كده عادي ولا مفيش مشاكل؟ مفيش اي مشكله. الناس تستفيد يعني، لان في بعض الناس متخوفه وفي ناس ما تعرفش ايه الطب الفرعوني ده، حاجه جديده بالنسبه لهم. نعم. هل فعلا في اي اذى للبنت في العلاج ولا حاجه؟ لا. في ادويه كيميائيه؟ في ادويه كيميائيه بتتاخد؟ لا بطلنا الادويه الكيميائيه بتاعتها. طب الحمد لله. الحمد لله، وانها بتتعالج بالجلسات وبتتحسن ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يصلح حاله ويتم الشفاء على اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. الصحه والسلامه. جزاكم الله خير. الله يكرمك.